السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل شويه زبادي بجميع الاطعم والحاجات اللي تريحك. معانا بالفراوله ومعانا بالمشمش ومعانا الزبادي العادي. شوفوه هيعجبكم جدا، وان شاء الله طريقته سهله، ولا مكنه ولا ميه سخنه ولا اي حاجه. مع بعض بقى نشوف الطريقه بتاعته. معايا بقى 2 كيلو لبن كده على النار، لبن بلدي. عايزه تحطي لبن معلبات، لبن بلدي عادي، بس هو بيبقى باللبن البلدي احسن واحسن. هنحطه على النار يتغلي غلوة كويسة على درجة حرارة عادية. كده اللبن بقى غلي معايا كويس اهوت. هنسيبه شوية على النار يغلي غلوتين، مش بس اول ما يفور كده. يعني هو بدأ يفور معايا، لا انا هسيبه يغلي كام غلوة كده على النار، عشان لو اللبن فيه طراوة او مية بتتبخر المية دي. يعني غلوتين 3 كده كمان، مش بمجرد ان هو بيفور بندفع عليه، لا بنديله كام غلوه كمان. هو عشان لبن بلدي، لو في اي ميكروب او اي حاجه بالغليان بيموت اي ميكروب. غلوتين 3 كده بقى وندفع عليه. انا اللبن بقى اتغلى معايا كويس، هاخده بقى اطفي عليه واخده اركنه على جنب لحد ما يبرد ويبقى فتر كده، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. كده انا سبت اللبن بتاعي يبرد. انا عايزاه بقى اختبره، انا عايزاه لبن دافي فتر، علشان ما نيجي نحط له الخميره ما تفسدش. هنختبرها ازاي؟ لو عندك ترمومتر اختبري بيه، ما عندكيش بقى يبقى صباعنا هو الترمومتر. هو شوفوا ما شاء الله عمل الوش بتاعه ازاي كده. بمجرد ما بتحط صباعك وتلاقي تتحمليه ان انت تحطيه فتر كده زي دمعة العين، يبقى كده اللبن بتاعي جاهز. نبتدي بقى نعمل الخطوات بتاعتنا. اول حاجة هنحط معلقتين سكر علشان يبقى التحلية بتاعته مظبوطة، ما نحتاجش فيه سكر خالص لما نيجي ناكله. ادي معلقتين السكر، وادي كوبايه زبادي. الخميره بتاعتنا هي الزبادي. نبتدي بقى ننزلها كده. شوفوا كوبايه الزبادي ديت ب6 جنيه، معلقتين 2. شوفوا بقى احنا هنعمل كميه من 2 كيلو حلوه جدا وبالطعم اللي احنا عايزينه. هنبتدي بقى نقلبهم كويس جدا علشان السكر يدوب معانا والزبادي. احنا بقى محتاجينه يبقى ناعم جدا. تقعدي بقى تضربي بيه بالمضرب زي ما انا بعمل كده، او هنجيب الكبة ونضربه بيها او الخلاط. ممكن بالخلاط عادي، او ممكن بقى تشتغلي بقى بايدك كده شوية وتقعدي تضربي فيه. انا هجيب بقى الكبة بتاعتي وهاخد نص الكمية هعمله زبادي سادة. بسم الله. كده اخده بقى في الكبة واديله لفة كده. بقى الزبادي بقى معايا جاهز. احنا بقى هنعمله النهارده بكذا طريقه، طريقه الحله وطريقه البطرمان وطريقه الكوبايات. هنعمل كل الطرق، واللي يعجبك ويناسبك اشتغلي بيه. ده مثلا اول واحد هنعمله في البطرمان الكبير ده. البطرمان الكبير دوت ميزته بقى عن الكوبايات انه ما بياخدش مكان كبير في التلاجة، وبتاخدي منه تطلعه على طول. هنصب بقى الزبادي بتاعنا كده. بسم الله. ده الزبادي الساده بتاعي بقى، الغطا بتاعه واغطيه. يبقى احنا كده عملنا اول واحد من الزبادي. تاني حاجة برضو هنزود برضو شوية اللبن هنا. هنعمله مثلا بالفراولة. عندك بقى طريقة انك تعمليه بطعم الفراولة. ادي الجيلي، ممكن تعمليه بالجيلي، معلقتين جيلي كده وتدوبيهم وتحطيه ونضربه برضو في الخلاط. او الشربات، الشربات نحط معلقتين شربات بالفراولة هيدينا طعم الفراولة. بسم الله. وهنبتدي برضو نلف لفة كده. هجيب بقى الكوبايات بتاعتي وابدأ اصب طعم الفراولة. بسم الله.
لما بتضربيه في الكبة او في الخلاط بيبقى ناعم جدا، وبيبقى نفس النعومة اللي احنا بنشتريه من بتاع المحلات. ادي احنا كده بنجربه مع بعضينا وهنشوف النتيجة ان شاء الله تطلع معانا بسيطة. عملناه بكذا طريقة، في الكوبايات في البطرمان وفي الحلة، علشان اي حاجة عندك في البيت تنفعك وتبقى مناسبة ليكي وما يبقاش فيها اي مشكلة. بقى معانا بقى شوية كده نزود الكوبايات بتاعتنا. بقى احنا ده عملناه بالشربات، نركنه بقى ونشوف الطريقة التانية بتاعة الحلة. ادي معايا بقى بقية اللبن اللي باقي. انا اعمله بقى بالجيلي، عايزة بقى جيلي مشمش، جيلي فراولة، جيلي اي نوع، مانجا بطعم المانجا اللي انت عايزاه. هناخد بقى معلقتين معانا. وهنبتدي برضو نضربه. بصوا بقى يا امارات، عملنا كذا طعم وعملنا كمية كويسة جدا من 2 كيلو لبن. هنبتدي بقى نصبه كده، معلش وقع مني شوية مش مشكلة. يبقى احنا عملناه بكل الطرق، ولا مكنة ولا اي حاجة من اللي احنا مش موجودة في البيت تساعدك انك تعملي الزبادي، ولا هنحط فيه مية سخنة ولا اي حاجة. بمجرد ان انا ادفي الفرن شوية وابدأ احط كده. بقى انا عملته في البطرمان زي ما انتم شايفينه، وعملته في الحلة بطعم المشمش، وعملته في الكوبايات بطعم الفراولة. ده بالجيلي وده بالشربات وده السادة بالسكر. ممكن بقى لو انت عايزة تشيل الفوليوم اللي هو على الكوبايات دوت بتاع الفراولة، شيليه عادي. مش عايزة تشيليه مش مشكلة، هنسيبه. انا عن نفسي هسيبه. وانا غطيت بقى الحلة وغطيت البطرمان بقى. الكوبايات بقى مش هغطي كل واحدة لوحديها، ممكن بكيس بلاستيك كده، وهقوم جاية حطاه عليهم بالشكل ده كده، وهدخلهم الفرن يكون دافي مطفي مش مولع. بنفس الطريقه دي في ثانيه، ولا حطيت لهم ميه سخنه ولا اي حاجه، فرن بس يا دوب مدفيه شويه، وهحطهم في الفرن دافي ويكون مطفي. بدليل ان انا حاطه كيس بلاستيك، فيعني السخونيه مش اللي هي جامده. نحطه بقى في الفرن الدافي ونشوف بعد ما يطلع ان شاء الله. كده يا حبايبي، بعد الزبادي ما اتعمل معانا وقعد في الفرن 7 ساعات، اللي هو الفرن الدافي، بقى بالشكل ده معانا. ادي اللي بالفراولة، وادي اللي بالمشمش. المشمش ده يعجبكم جدا. وادي السادة اللي في البطرمان. عملناه بكل الطرق النهاردة مع بعض. شوف اللي في البطرمان، مع انه لسه ما قعدش فترة طويلة لكن احنا مستعجلين عليه ففتحنا عليه، بس ما شاء الله من مجرد 7 ساعات بقى متماسك وحلو جدا. نشوفه بقى مع بعض. كده معايا شايفين بعد 7 ساعات ما خدش وقت ولا اي حاجة، ولا مية سخنة ولا مية مغلية، شايفين، ولا مية ولا اي حاجة. يعني ما قعدش معايا فترة طويلة، وتمام التمام، ولونه تحفة جدا. شايفين اهو، دي الكوباية بنقلبها عادي خالص اهو، متماسك وزي الفل. ده طبعا الوش اللي احنا قلنا عليه اللي هو كان الفوليوم، هنشيله كده. شايفين الزبادي، نشيل الوش. شايفين ما شاء الله، والطعم تحفة زي اللي بنشتريه، وناعم جدا. مش اللي هو بقى نقول زبادي خشن ولا بتاع، لا، زي اللي بنشتريه من المحل بالظبط. نشوف الطعم التاني معانا برضو. شايفين الوش بتاعه، ده اللي بالنسبه اللي في الحله. احنا عملناه بكل الطرق، ولا مكنه ولا حطينا ميه سخنه ولا اي حاجه، مجرد ما دفينا الفرن بس شويه. برضو بنشيل الوش بتاع شايفين الوش عامل وش جميل ازاي. وده الزبادي
اللي بالمشمش برضو طعمه تحفة جدا. يمكن دي افكار جديدة هتعجبكم برضو. وده اللي في البطرمان صراحة يعني ممكن نعمل برضو البطرمان بتاع في الفراولة وده ما بياخدش مكان في التلاجة، يعني نعبي بطرمانين 3 كده ما بياخدش مكان ونغرف كده في الطبق. ده برضو الزبادي بتاعنا العادي. هو كان محتاج يقعد شوية كمان في التلاجة، بس احنا بقى عشان مستعجلين عليه. بس بجد الطعم تحفة. ايه رأيكم بقى؟ حلو جدا. يلا بقى عشان نعمل السحور. هنشوف بقى الزبادي بتاعنا كده نغرفه في الطبق. اكنه ايس كريم. شايفين بقى؟ تحفة. لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش في الاشتراك وتفعيل الجرس. بحبكم في الله في فيديو جديد اخر مع الطبق الجميل ده، بألف هنا وشفا في السحور. السلام عليكم.